ان شاء الله. يعني حاجة حلوة جدا، وهي اول حاجة نشوفها مع بعضينا ازاي بيتم ترغيم برامج الاختراق. ازاي بيتم التلغيم ويتم اختراقك عبر يعني ايه الترجمة بتاعة البرنامج. طبعا هنشوفه ازاي بيتم تلغيمها على برنامج التركمنت، وهنتعلمه برضك ازاي احنا نلغم البرنامج. طبعا هنخش على برنامج التركمنت اللي هو تمام. ده هو منفذ البرنامج. طبعا هنحتاجه برنامج. البرنامج اللي هنحتاجه النهارده هو البرنامج دوت. تمام يا جماعة، هو البرنامج ده. طبعا هحطلكوا الرابط بتاعه والتسطيب بتاعه، مش محتاج شرح. تاني حاجة عايزينها سيرفر لأي برنامج ريت اللي انت شغال عليه. فأنا مثلا هختار برنامج النجات، وناخد السيرفر اعداد افتراضية، تكتب اللي هنا. تمام. اتعلم على دي ودي، بس انا مش هعلم عليهم. انا هتك على بايلوت. انا مش هعلم عليهم علشان يعني بيبوظوا نسخة الويندوز. فانت ايه هتعلمهم وانت عادي، التحية مش فارقة معاك. تمام. وبنسيف السيرفر. اوكي، كده احنا عملنا السيرفر خلاص. دلوقتي ده السيرفر بتاعنا والبرنامج بتاعنا طبعا سطبناه وكله تمام. هنروح على البرنامج ده كومنت وبنتك عليه كليك يمين، وبنتك على اوبن ويز. نفتحه تاني يا جماعة، معلش سوري. تمام، فتح معانا اهو. طبعا دي ملفات البرنامج. نخشوا على بندور على السيرفر، وطبعا هي في اول واحدة، واللي هو ده السيرفر. تمام، ده سيرفر اللي هو ده السيرفر. هنخش عليه بالشكل ده. هو ده، دي اللي احنا عايزينها. وبعدين بنتك على دي. طبعا دلوقتي هنختار السيرفر اللي احنا عملناه في الاول خالص، وهو من برنامج النجرات. طبعا فين هو؟ تمام، هو ده. هنختاره طبعا كده، وبعدين هو ده السيرفر دوت اكس اي اللي هو ده. وبعدين نتك اوكي، بعدين يس، وبنستنى شوية. تمام، اتك سيف هنا كده. طبعا هيقول لي نحفظ البرنامج. طبعا هنا يعني بتكتب ايه مثلا كده، واحد سيف. نستنى لما يخلص. تمام، هو كده تمام. بعدين نتك على كنسل. هو دي النسخة الملغومة. يبقى عندنا دي بتمسحها لو عايز تمسحها. يعني دي بتمسحها علشان الضحية ما تشوفهاش، بس انا طبعا مش همسحها علشان مضيعهاش مني. طبعا بس دي ملغومة. هنفتحها بالشكل ده كده. هو ده البرنامج ده الكومنت. طبعا هتختار البورت بتاعك، وطبعا هو هيخش عادي. وطبعا مش ملغومة، هي دلوقتي لحد دلوقتي مش ملغومة. تمام. وظاهرة وبتاع وتمام، وبيعمل بيروت زي سيت اب وديسكتوب، وبيسمي السيرفر مثلا كده. تمام، وبيقعد سيف يستنى مش عارف ايه. ولما اجي يفتح السيرفر بقى بالشكل ده كده. لما انا افتح السيرفر عشان اجرب التبليغ على نفسي، بخ، هنلاقوا هنا ايه اللي وصل. دي جهازي اللي وصل. طبعا وصل لي تبليغ بتاع السيرفر اللي انا ايه كنت عامله، عشان الناس يقول لك ساعات ناس ايه تقول لك التبليغ مش بيوصل لي، التبليغ الداخلي مش بيوصل لي. ده نسبة كبيرة بتكون بسبب ان البرنامج ملغوم. زي مش ما وصليش حاجة على الدار كومنت، بس وصل لي التبليغ على النشرات زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا يبقى انا عملت السيرفر بالبرنامج النجرات، برنامج الدار كومنت. وطبعا اشتغل السيرفر بتاع النجرات اللي احنا ضفناه بالبرنامج اللي اشتغلنا بيه في الشهر. دي كانت الطريقة اللي هما بيلغموا بيها. و ودي كانت تعليم طريقة ازاي نلغموا برنامج الدار كومنت. طبعا استنونا في ترغيمة الاكستريم ريت بفلوسات. وطبعا مش فاضل حاجة، انا اشكركم والسلام عليكم.